في ناس كتير بيبقى عندها مشكلة في الفلاش الأون كاميرا، مش بتبقى عارفة تصور إزاي. لو أنا باصور في حفلة أو أنا باصور بورتريهات في مكان مقفول، مش بتبقى عارفة توجه الفلاش إزاي في السقف أو على الحيطة. في الفيديو ده هنعرف مع بعض إزاي أقدر أنور الشخص بالفلاش أون كاميرا. إحنا النهاردة معانا عايدة، وهي اللي هتساعدني النهاردة إن إحنا نطلع صور حلوة. يلا بينا. طيب المكان اللي إحنا فيه هو كله أبيض، فده هيساعدني إن الإفكت بتاعي يبان، واللي مساعدني كمان إن السقف بتاعنا واطي، فده مش هيبقى عندي مشكلة خالص في الفلاش. أول حاجة لو أنا بصور الشخص كده بخلي الفلاش باصص لفوق زي ما احنا شايفين. هي وشها لاسع شوية. أنا السيتنج بتاعتي ايزو 100، فتت عدسة 2 و5، شطر 1 على 160. طيب أنا ممكن بتركاية بسيطة، بدل ما الإضاءة تبقى دايركت عليها بخليه باصص لورا شوية كده بزاوية 45. هنلاقي إن الإضاءة بقت أهدى شوية على وشها، مش دايركتد زي ما كان كده. اوكي طيب مفيش حد بيصور بورتريه بالعرض. طب لو انا هصور بالطول هعمل كده، هلاقي ان في حيطه هنا بيضه، الفلاش هيضرب فيها ويباونس عليا. يلا بينا. هلاقي ان الضوء جاي خبط هنا وضرب، منور لي نص وشها ونص وشها التاني. طب اعمل ايه؟ بعمل حاجه واحده، ان انا بلف الفلاش وارجعه تاني يضرب في السقف. حلو قوي. هترجع لي المشكله التاني اللي هي وشها لسه سنه، هروح عامله لورا كده بزاويه 45 عشان بيضرب وينور جزء كبير منها. يلا بينا. حلو قوي. نايس. ممكن ناخد حاجه بلاك اند وايت شويه، اديني سنه بجنب. حلو قوي. خليك بقى بالجنب التاني اللي انت بتحبيه. شفتي انا حافظه اكتر. نايس. حلو قوي. كده في بس حاجه هتواجهني، ان انا لما باجي اصور بالفلاش بعدي وقربي عن الموديل هيدوني اضاءه مختلفه، لان الفلاش بيضرب وبيخبط تاني على الموديل، فانا لو بعدت الاضاءه هتضرب من ابعد وهترد لي عليه. خلينا ناخد حاجه اكتر سايد. نايس. حلو قوي. حلو قوي. نايس. زي ما احنا. يلا بينا. هنا انا غيرت شويه من اتجاه الفلاش، بدل ما اخليه يضرب لفوق خليته يضرب للجنب ويرد على وشها. حلو قوي. نايس. شكرا. ده كان فيديو سريع لاستخدام الفلاش في الاندور. سلام.